السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، إن شاء الله مكملين مع بعض، والنهارده هنحل النموذج أو التقييمات والأداءات الصفية بتاعة الصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، الأسبوع الثاني. إحنا طبعًا حلينا التقييم الأول إنه الثلاث نماذج الألف وب وج، والنهارده هنحل برضه ألف وباء وج التقييم الأسبوعي بتاعنا. فنبدأ على طول نتوكل على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول أولا النصوص، اقرأ الأبيات الآتية ثم أجب عن الأسئلة. قال أبو تمام، وأبو تمام ده شاعر من شعراء العصر العباسي، فبيقول إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء، وإذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. الراجل ده بيتكلم عن إيه؟ هنا ده في حكمة، الراجل ده كل الأبيات بيتكلم فيها عن الحكمة، فبيقول ميز مما يلي معنى كلمة جاريت في سياق البيت الأول. إذا جاريت في خلق دنيئا، جاريت واحد أخلاقه مش كويسة، سيرته يبقى هنا معنى كلمة جاريت معناها إيه؟ سيرت. طيب استنتج من الأبيات السابقة قيمة إيجابية من البيت. إذا جريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، هل هنا عندي حاجة؟ لأ. رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الإيه؟ الوفاء. يبقى هنا القيمة الإيجابية اللي موجودة اللي هي هتبقى الإيه؟ الوفاء. طيب وحدد من الأبيات عبارة تدل عليها، ويحميه عن الغدر الوفاء. يحميه عن الغدر الإيه؟ الوفاء. يقال إذا أردت أن تعرف من أنت فانظر إلى من تصاحب. هات من الأبيات ما يتوافق مع مضمون المقولة السابقة. لو أنت عايز تعرف نفسك شوف اللي يصاحبك، يعني حتى بنقولها كده إيه؟ الصاحب إيه؟ الصاحب ساحب، برافو عليكم. فبيقول البيت الأول بيقول إيه؟ إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، أنتوا الاتنين شبه بعض، يبقى هنا أقول له البيت الإيه؟ الأول، البيت الإيه؟ الأول. الأدب يقول قال أبو العتاهية يا من بنى القصر في الدنيا وشيده، أسست قصرك حيث السيل والغرق، لا تغفلن فإن الدار فانية وشربها غصص ووصفها رنق. الرنق يعني غير صافي. استنتج مما يلي سمة من سمات الشعر في العصر العباسي. احنا قلنا سمات الشعر من حيث الألفاظ هتبقى سهولة، من حيث الخيال معقد، المعاني عميقة، تمام كده، الأغراض فيها قديمة اتطورت وحديثة استحدثت. طيب هنا بيقول يا من بنى القصر، يبقى هنا بيتكلم عن وصف الدور والقصور، وده غرض حديث. طيب هل هو هنا دي سمة من السمات؟ لا. يبقى وصف القصور ده غرض. وصف مجالس اللهو؟ لا، ده برضه غرض. ميل الألفاظ إلى السهولة؟ هي دي اللي صح. من القصة، قصة أبو الفوارس، بيقول خلا وادي الجواء من منازل مالك بن قراض منذ نزح بأهله إلى أرض شيبان، وقد ضاقت به الحياة في قومه منذ جهر عنترة بما ينطوي عليه قلبه من حب عبلة والتعلق بها، وما اعتزمه من عداوة كل من يجرؤ على طلب زواجها. وكان مالك يضمر في قرارة نفسه إحساسا بالمعرة من أن يعطي ابنته لعنترة، وإن كان فارس قومه وحاميهم. استنتج من مالك دلالة ضاقت به الحياة. يعني ايه ضاقت به الحياة؟ اتخنق، زهق. قرب أجله؟ لا. نقص رزقه؟ لا. زاد همه؟ زاد هم. النحو نحترم الجميع نقط أعدائنا. نركز بقى يا شباب، هنا هو عايز يحط الأداة. هي كلمة أعدائنا هنا الهمزة محطوطة على إيه؟ على نبرة، وهمزة على نبرة يعني مجرورة، تمام؟ إلا ده أسلوب تم إيه؟ مثبت، وطالما تم مثبت يبقى مش هينفع، لأن اللي بعدها مستثنى منصوب، دي لازم تكون بعدها مستثنى منصوب، فدي بالنسبة لي كده غلط. طب ما عدا ده فعل، يعني بيجي بعدها مفعول به برضه منصوب، يبقى دي غلط. ما خلا برضه ده بيجي بعدها مفعول به لأن ده فعل، يبقى دي برضه غلط. يبقى ما عنديش غير حاشا، لأن حاشا بتشتغل حاجتين. بتشتغل إيه يا شباب؟ نفتكر كده، خلا وعدا وحاشا بيشتغلوا حروف جر فاللي بعدهم اسم مجرور، أو بيشتغلوا فعل فاللي بعدهم مفعول به، فهنا يجوز الإعرابين، فهو جابها لي مجرورة، دي الوحيدة اللي تيجي مجرورة. لا يدرك قيمة النجاح سوى أبنائنا المجتهدين. حدد الصيغة الصحيحة عند وضع إلا بدلا من سوى. تعال بقى نشوف يا جماعة، أنا عايز أشيل سوى وأحط مكانها إلا. أولا اللي كان بعد غير وسوى بيعرب إيه؟ مضاف إليه، يبقى أنا لا هرجع الدنيا كلها زي ما كانت، أو لا
يدرك قيمة النجاح سوى، أو بلاش سوى، لا يدرك قيمة النجاح إلا. وهنا بقى نشوف النقط هتحط مكانها إيه. الأول إحنا اتفقنا عشان أعرف أحط إيه بعد إلا لازم أعرف نوع الأسلوب. أنا عندي هنا نفي فالأسلوب هنا منفي. تمام كده؟ طيب هل هو ناقص ولا تام؟ الطريقتين، أشيل إلا وأشيل لا وأقرأ. لا يدرك قيمة النجاح أبناؤنا. فهمت؟ يبقى الأسلوب هنا ناقص منفي. ناقص منفي، فالكلمة هنا تعرب حسب موقعها. طيب مين اللي هيدرك قيمة النجاح؟ أبناؤنا، يعني دي هتتعرف فاعل. ده هتتعرف إيه؟ فاعل. طب فاعل والفاعل مرفوع. هنشوف كده. أبنائنا دي مجرورة؟ لا. أبناءنا؟ لا دي منصوبة عشان على السطر. أبناؤنا دي مرفوعة عشان هي دي اللي على الإيه؟ على الواو. طب أبنائنا؟ لا دي منصوبة فدي مش هتنفع. نموذج باء بيقول أولا النصوص، اقرأ الأبيات الآتية ثم أجب عن الأسئلة. قال المتنبي: ولقد رأيت الحادثات فلا أرى شيبا يميت ولا سوادا يعصم، والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، لا يخدعنك من عدو دمعه وارحم شبابك من عدو ترحمه. المقصود بكلمة ناصية، عارفين كلمة ناصية؟ أهي بيقول إيه؟ والهم يخترم الجسيم نحافة. الحزن بيخلي الإنسان القوي يضعف يهزل. ويشيب ناصية الصبي. الصبي الصغير يشيب شعره. يشيب إيه؟ شعره. يشيب ناصيته يعني يشيب إيه؟ شعره. فهنا المقصود بكلمة ناصية قوة لا، سبيل لا، هي إيه؟ شعر. طيب يقول يعقد الشاعر موازنة. ونخلي بالنا بقى يا شباب دلوقتي عندي في اللغة العربية اسمها موازنة، إنما في بقية التاريخ في الجغرافيا يقول لك اعمل مقارنة، إنما في اللغة العربية يطلب منك يقول لك إيه الموازنة؟ الموازنة يعني المقارنة. فأنا بيقول لك اعمل مقارنة بين ذوي العقل والحمقى من خلال أبيات. هو قال إيه في البيت الثالث؟ ذو العقل يشقى. يبقى أقول له إيه؟ ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة أو ذو الجهل ينعم بجهله لأنه لا يدرك الحقيقة. لأنه لا يدرك الحقيقة. يقال بكى بدموع التماسيح. حدد، هات من العبارة البيت الذي يتوافق مع الكناية. بص كده، لا يخدعنك من عدو دمعه. دموع التماسيح. يقول لك دي دموع ايه؟ دي دموع تماسيح. ده بيمثل. تمام؟ ده ايه؟ بيمثل علينا. يبقى البيت ايه هنا؟ قال البيت الرابع. يبقى البيت الرابع. ودي كناية عن صفة الخداع. قال البحتري: قصر تكامل حسنه في قلعة. بيتكلم هنا عن ايه؟ عن القصر. بيضاء واسطة لبحر محدق، داني المحل فلا المزار بشاسع عمن يزور ولا الفناء بضيق. سمة من سمات الشعر في العصر العباسي من حيث الموضوع. من حيث الموضوع ده ايه؟ احنا لسه قايلين قصر، يبقى وصف الايه؟ الدور والقصور. من قصة ابو الفوارس: انطوت عبلة على نفسها كئيبة لا ترضى أن تزور ولا أن تخرج للقاء من يأتي إليها زيارة، وكانت صاحباتها كلما جئنا إليها لم يجدناها على عادتها، وكان الأمر يزداد كلما تذكرت ما كان بينها وبين عنترة في تلك الليلة إذ قسى عليها. إيه الشعور المسيطر على عبلة؟ فخر وتكبر، ضيق وهم، حب وشوق، عزة وتعالي؟ لا ده ضيق وإيه؟ وهم. كانت زعلانة منه. النحو: مصر تحترم الجميع. اولا كده نمشي، ده اسلوب ايه؟ تام مثبت. فلو حطيت الا يبقى يجي بعدها مستثنى منصوب. طب ما عدا دي فعل والمفروض يجي بعدها مفعول به، دي غلط، دي مجروره. غير المفروض يجي بعدها مضاف اليه، فدي المفروض غلط اصلا. حاشا تمشي جر، ما تنفعش تيجي مرفوعه، يبقى ما عنديش الا ايه؟ اعدائها.
ما أعمل العقل إلا ذو العلم. حدد الصيغة الصحيحة عند استبدال غير بإلا. نفس الفكرة. ها، عايز أشيل إلا وأحط مكانها غير. ذو هنا يا شباب ها هتبقى إيه؟ مين اللي أعمل العقل؟ ذو العلم، يعني ده فاعل. هي هتسرق إعرابها تبقى هي فاعل، يبقى غير هنا تبقى إيه؟ غير، لأنها فاعل. واللي بيجي بعد غير وسوى بيعرب مضاف إليه. فانا مبدئيا كده لو شفت بعديها دي مش مضاف دي غلط، دي مش مضاف غلط، لا دي مضاف مجرور ها ودي تمام. طيب هاخد غيره ولا غيري؟ لا احنا لسه قايلين هتبقى ايه؟ فاعل، لانها تسرق اعرابها، يبقى دي الاجابه اللي ايه؟ اللي صح. نطلع على نموذج جيم. يقول قال ابو تمام يا صاحبي، يكلم اتنين صحابه يا صاحبي، واول ما يجي لك شاعر هيدي امر لاتنين صحابه يبقى غرضه الالتماس. غرضه ايه؟ التماس. يا صاحبي تقصيا نظريكما، بصوا معايا كده. ترى يا وجوه الارض كيف تصور، ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا، فكانما هو مقمر، دنيا معاش للورى حتى اذا جلي الربيع فانما هي منظر، صنع الذي لولا بدائع صنعه ما عاد اسفر بعد اذ هو اخضر. معنى جلي، جلي يعني ظهر وانكشف. ما الذي طلبه الشاعر من صاحبيه؟ ها، يتقصيا ويتأمل الربيع وما يحدثه من جمال. طيب ايه الغرض البلاغي؟ الغرض البلاغي الالتماس. استنتج الغرض الذي استحدث في العصر العباسي في ضوء الابيات السابقه. ها، ده غرض ايه؟ وصف الطبيعه، ما هو بيوصف الربيع يبقى وصف الايه؟ الطبيعه. ادي الغرض. طيب نكمل الابيات. موضحا السبب في ظهوره، هو ليه ظهر؟ ها، ظهر بسبب شيوع حياه الترف والثراء. قال ابو نواس الا فاسقني خمرا. تعال بقى وشربني ليه خمرا، وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا اذا امكن الجهر، فبح باسم من تهوى. قول لي اسمها ايه اللي بتحبها. ها، ودعني من الكنى، ما تكنليش ما تقوليش كنايه. ها، فلا خير في اللذات من دونها ستر. يشير البيتان الى ظاهره سلبيه ظهرت في تلك الفتره، اللي هي ظاهره الايه؟ المجون والزندقه، اللي احنا بنقول عليها حركه الايه؟ التحلل الديني والخلقي. حذر من عواقبها الوخيمه. ها، جعلت الناس يشيعون الفاحشه في المجتمع مما يضر به. قصة بيقول وضاق المقام بأبيها مالك وحار في أمره كيف يطيق الحياة وهو يسمع الناس يشدون شعرا عن طرف ابنته ويستعيدونه في مجالسهم، فكانت أنفته تثور. أنفة يعني عزة وكرامة بتاعته تثور. الناس بتجيب في سيرة بنته يعني. ربنا يستر علينا يا رب وعليكم. ولم يجد مخرجا من الأمر إلا أن يعلم قومه بأنه لن يزوج ابنته لعمارة ولا غير عمارة، ثم غادر أرضه ورحل إلى أرض أصهاره بني شيبان. في ضوء فهمك للفقرة انقد تصرف مالك بن قراد تجاه المشكلة. انقده يعني يقول لي هو غلط في ايه وايه الصح اللي عمله. هو هنا ما عملش اي صح، تمام كده؟ طيب ايه هنا الغلطات اللي عملها؟ اول غلطة ها هي ايه؟ الارتحال من قبيلته. الغلطة الثانية يا شباب رفض تزويج ابنته، ولا العمارة ولا الغير عمارة. قصده على مين هنا غير عمارة؟ اللي هو عنترة. اقترح حلا بديلا لمشكلته. كان عمل ايه؟ انتظر وحل المشكلة بتزويج ابنته لمن أرادت أن
تحيا معه. النحو بيقول لا يصنع المعروف من الناس الا نقط ذو الفضل. ذو هنا مرفوعه، يعني اولا كده ولا غير ولا سوى، لان الغير وسوى لازم يجي بعدها مضاف اليه، يبقى دي شكرا. ما عدا لازم يجي بعدها مفعول به، مفعول به منصوب، يعني دي غلط. طب خلا يا تيجي مفعول به اسم مجرور وبرده دي مرفوعه، يبقى ما عنديش غير ايه؟ الا. لا يقبل المجتمع علاقات انسانيه غير بناءه. اعرب كلمه غير. لا يقبل المجتمع علاقات انسانيه. فهمت ولا ما فهمتش؟ ها؟ فهمت. وطالما فهمت يبقى تام منفي، وطالما تام منفي ليه كام اعراب؟ ليه كام اعراب يا شباب؟ تام منفي اعرابين، يا مستثنى منصوب يا بدل، والبدل هياخد اعراب اللي قبله، فهنا هقول عليه ايه؟ اسم منصوب على الايه؟ على الاستثناء. طيب هو كتب الدعوه، او ازاي نكتب الدعوه في الثلاث نماذج. دعوه، اسف، دعوه في نص السطر، يسر جماعة التحدث بالفصحى أن تعلن عن مسابقة التحدث بالفصحى داخل المدرسة، وعلى من يرغب في الاشتراك تسجيل اسمه لدى مشرف الجماعة، وذلك يوم الأحد الموافق أي تاريخ بقى 25/2/2026. وهنا جماعة التحدث بالفصحى. كده أنا كتبت الإيه؟ الدعوة بتاعتي. يبقى الدعوة بتاعتي تتكون من إيه؟ هنا في المقدمة يسر جماعة التحدث بالفصحى، بتعلن عن إيه؟ تعلن عن مسابقة التحدث بالفصحى داخل المدرسة، واللي عايز يرغب في الاشتراك يسجل اسمه لدى مشرف الجماعة، وذلك يوم كذا موافق كذا، والتوقيع في الآخر اللي هي جماعة الإيه؟ الفصحى. وكده نكون انتهينا من التقييم الأسبوع الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نشوفكم في التقييم الثالث بإذن الله.